سمعتي قبل كده عن بفتيك البتنجان؟ اول مره تشوفيها. تعالى اقول لك ازاي لو عندك بتنجان تعملي اكل احلى من اللحمه والفراخ، مقلي ومش شارب زيت خالص. كل اللي عليكي جهزي 50 رغيف وتعالى اقول لك تعملي ايه. هتجيبي بقى بتنجان اي نوع مش هيفرق، هتشيلي القمع بتاعه وبعدين انا عايزاه قطع صغيره ورفيعه، مهم جدا تقطعيه شرايح رفيعه زي كده. بعدين هرش عليه ملح وهحط عليه ميه مغليه واغطيه بقى واسيبه يبرد تماما وياخد سوا من الميه دي. شوفي دبل ازاي. هشيله بقى من الميه ام ملح دي واعصره كويس. ودلوقتي هنزل عليه ببصلايه صغيره، بيضتين، معلقه ثوم مفروم، معلقه هريسه شطه، نص معلقه فلفل اسود، معلقه من بيكنج باودر، نص معلقه كمون، نص معلقه سبع بهارات، نص معلقه كزبره ناشفه، 3 معالق دقيق، معلقتين نشا، وكمان هحط معلقتين من البقسماط. وهتبتدي بقى كده تقلبي كله مع بعضه كاننا بنعمل عجه بالظبط. هحط بقى ايه المعلقه السحريه بتاعتي عشان الحاجه ما تشربش زيت مني. بحط معلقه نشا في الزيت وادوبه كده بالمضرب اليدوي، هتلاقيه داب معاكي. وانزلي بقى بالبتنجان بتاعك كده، اعمليه قراص زي ما انت شايفه. استحاله يشرب زيت ادام حطيتي نشا في الاول. عادي يا جماعه، جربوها وكل اللي جربها دعالي عليها. بصوا نفس كميه الزيت، اللهم بارك، قليت بيها كل الكميه دي. تقدري تحطي خضره قطع طماطم، بس انا بحب النسخه دي اللي هي البسيطه اللي فيها طعم الثوم مع هريسه الشطه. لذيذه يا جماعه. يلا جهزوا العيش واعملوا احلى سندوتشات بتنجان. الف هنا وعافيه.